شوف على هالمنظر هاد، اسفنجي وطري. شايفين على الطراوي هاي. يسعد اوقاتكم متابعينا الكرام، مثل ما عودناكم ومثل ما تعودنا كل يوم فيديو جديد ووصفة جديدة. فيديو اليوم رح نتعلم فيه طريقة تحضير كيكة البرتقال، طريقة سهلة وبسيطة وسريعة. أول شي بنحتاج لتحضير كيكة البرتقال، عندنا هون 5 بيضات بالإضافة لكوب وربع سكر، بالإضافة لكوبين ونص طحين، معلقة كبيرة بشر برتقال، بالإضافة لظرفين بيكنج بودر، الظرف واحد فيه 10 غرامات، بالإضافة لنصف كوب زيت نباتي، بالإضافة لكوب عصير البرتقال. أول شي رح نعمله بطريقة التحضير، رح نخفق البيض مع السكر بالإضافة لبشر البرتقال، رح نخفقهم لمدة 5 دقائق بواسطة المضرب الكهربائي. وهلا بعد ما وصلنا لهالمرحلة هاي من الخفق رح نضيف عليها الزيت النباتي بالإضافة لعصير البرتقال، وبنرجع بنخفقهم لمدة دقيقتين مو أكتر وبنرجع لكم. هلا رح نضيف الطحين. من الضروري انه ننخل الطحين قبل ما نضيفه لحتى تطلع عنا النتيجة أفضل ومضمونة. وهلا بعد ما نخلنا الطحين رح نضيف له ظرفين البيكنج بودر، ورح نخفقه بواسطة الخفاق اليدوي مدة 3 دقائق باتجاه واحد وبحركة بطيئة مي سريعة. طبعا أنا هون محمل فرن قبل ربع ساعة على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ومجهز صينية البيراكس اللي رح أشوي فيها الكيكة. طبعا ندهنها بزيت نباتي أو بنحط عليها زبدة وبنرش عليها رشة طحين. هلا رح فضي الخليط بصينية الكيك، فيكن تشووها بقالب كيك او بصينية بيراكس او بصينية فرن اللي انتم بتحبوا تشووها فيه حسب الرغبة. وهلا بعد ما انتهينا من وضع الخليط بصينية الكيك، في معلومة مهمة حابب اقول لكم عليها، انه رح نجيب موس ورح نعمل على وجه الكيكة بس من فوق بهذا الشكل، لحتى اثناء الشوي ما تشقق عنا الكيكة ويطلع منظرها حلو ومميز. طبعا ما لازم تدقر في أرضية الكيكة، فقط على الوجه. وهلا رح ندخله على الفرن على الرف النصاني مدة نصف ساعة وبنرجع لكم. بعد ما استوت عنا الكيكة أخذت وقت بالفرن حوالي نصف ساعة. شوفوا لي على هالمنظر هذا كيف صار عنا كيكة بالشهي وريحتها بتجنن. عنا هون نصف كوب حليب رح نسقيه فيه الكيكة. طبعا الحليب بيعطيها لذة وبيعطيها طعمة أطيب وبخلي الكيكة تصير طري. شوف على هالمنظر هاد، اسفنجي وطري. شايفين على الطراوي هاي. وهيك بكون انتهت وصفتنا اليوم. انتظرونا بفيديو جديد ووصفة جديدة. شكرا كتير لكم، بأمان الله.